السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهارده هنعمل فيه تورتايه حلوه كده زي ما انتم شايفينها. بس قبل ما نبتدي فيديو النهارده، لو لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا علشان قناتنا تكبر بيكم. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا التورتايه دي ازاي بالسبونج البيتي، ما عملتوش بالسبونج الجاهز علشان يبقى سهل عليكم. يلا نبتدي. اول حاجه انا جبت 230 جرام من الدقيق المنخول، اي نوع دقيق يكون كويس، وحطيت كمان 20 جرام من الكاكاو الخام، ويفضل ان هو يكون الكاكاو الاسباني عشان بيبقى طعمه حلو جدا، افضل من الماليزي بكتير. وكمان 35 جرام من النشا، طبعا دي المواد الجافة بتاعتي اللي انا استخدمتها. ابتديت ان انا انخلهم كلهم مع بعضيهم زي ما انتم شايفين كده اهو، وحطيتهم كلهم مع بعض وقلبتهم. طبعا لو عايز تدخليهم مرتين مفيش اي مشكله، طبعا زي ما انا قلت لكم ده الاسبونج البيتي مش الاسبونج الجاهز، لكن لو انت هتستخدمي الاسبونج هرجع لكم تاني. وكمان حطيت معلقه من البيكنج باودر. كده يبقى المواد الجافه بتاعتي اللي انا استخدمتها اقلبهم تقليبه كويسه جدا بحيث ان هم كلهم يتداخلوا مع بعضهم. وحطيت كمان كوبايه من السكر، فيما يعادل 200 جرام من السكر العادي، مش البودرة، لا سكر عادي. وحطيت كمان 3 بيضات، يبقى ال 230 من الدقيق بيستخدم معاه 3 بيضات، من 3 ل 4 بيضات لو 4 بيضات صغيرين او 3 كبار. ومع فانيليا سايله زي ما انا حطيت لكم كده اهو، فانيليا سايله، انا بحب استخدم السايله، لو مش عايزين تستخدموا السايله ممكن تستخدموا البودره عادي. ومعلقه كبيره من الخل، ومعلقه صغيره او متوسطه من محسن الكيك، وكمان كوبايه ميه. بس ده كده الاسبونج بتاعي، زيه بالظبط الاسبونج الجاهز. وضربت كل الكلام ده في بالمضرب بتاعي. طبعا لازم الوصفه دي او الطرق عموما لازم الواحد يستخدم فيها المضرب الكهربائي او العجان، لازم حاجه تكون سرعتها عاليه علشان لو وقفت ممكن ما يطلعش بالارتفاع اللي انا عايزاه. يبقى انا هبتدي على سرعه متوسطه في الاول، وبعد كده هعلي السرعه لحد ما يفتح، لحد بص وصل للون ازاي، كان غامق الاول وبعد كده افتح معايا كده. انا خلصت الاسبونج بتاعي. طبعا زي ما قلت لكم ده الاسبونج البيتي، لكن لو انت عايز تستخدمي الاسبونج الجاهز اللي بيتباع من اي هرجع لكم تاني. كده انا خلصت الاسبونج زي ما انتم شايفين كده، وحطيته في صينيه مقاس 16. طبعا لو انت عايزه تستخدمي مقاس 18 هقولك برضو ممكن تستخدمي قد ايه دقيق، لان طبعا كل كمية بتختلف مع الصينية اللي انت تستخدميها. وحطيتها في فرن على 200 درجة مئوية لو فرنك سخن، لو فرنك حلو ومتوسط يبقى 180 درجة مئوية. واختبرتها، بصوا طلعت بقى هشة وجميلة وتحفة، والله ما تختلف كتير خالص عن الاسبونج الجاهز اللي احنا ممكن نشتريه من اي مستلزمات بتاع حلويات. وهقول لكم برضو في صندوق الوصف، هكتب لكم مقادير ده ومقادير البيتي ومقادير الجاهز، علشان برضو لو انت عايز تستخدمي الجاهز وتوفري عناء يعني او تعب المقادير دي كلها. بس كده طلعت، سبتها تتهوى شويه، ممكن من ساعه لساعتين تتهوى. وابتديت ان انا قسمتها زي ما انتم شايفين كده. معلش التقسيم لما جيت اقسم التليفون فصل، فانا قسمتها زي ما انتم شايفين كده ل4 بالسكينه العاديه المنشار اللي انتم شايفينها دي. وشلت القبه طبعا اللي انتم عارفينها اللي هي من فوق خالص، انا شلتها مش محتاجاها. هنا هبتدي ان انا اعمل الجناش بتاعي. نص كوبايه لبن عليها 100 جرام من الشوكولاته، ممكن شوكولاته دارك او شوكولاته حليب زي ما انت عايزه، وارفعيهم على النار لحد ما يتجانسوا مع بعضيهم. حطيت معلقه كريم شانتيه، بتدي ملمس حلو قوي، وبعد كده معلقه زيت. بس ده كده الجناش بتاعي، وسبتهم يبردوا خالص. طبعا هتلاقي ملمسها او ان هي هتبقى خفيف في الاول، بس لما تبرد هتبتدي ان هي تتقل. فضلت اقلب فيها علشان الزيت، طبعا الزيت ده بيدي لها لمعه حلوه قوي. فضلت اقلب فيها كده بحيث ان هي تتداخل مع بعضها وتبقى مظبوطه، وسبتها تبرد.
نيجي بقى للكريمة بتاعتي. أنا هنا استخدمت كوبايتين ونص من الكريمة أو ما يعادل ربع كيلو من الكريمة، وحطيت كوباية ونص من المية الساقعة، أو لازم تبقى ساقعة أو تكون متلجة يكون أفضل علشان تمسك معايا بسرعة. يبقى أنا حطيت كوباية ونص من المية المتلجة على الكوبايتين ونص من الكريمة أو الربع كيلو الكريمة، وضربتها كويس جدا لحد ما ابتدت ان هي تتماسك مع بعضها. طبعا لو الكريمه بتاعتك ما فيهاش سكر حط لها سكر او حط لها نوتيلا، حط لها الحاجه اللي تريحك. بس او لو هي مسكره طبعا بلاش خالص تحطي، لان هتبقى سكرها كفايه. لحد ما وصلت كده معايا، ضربت فيها لحد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه ده. بصوا عامله ازاي، اديتها تقلبتين كده. طبعا التقلبتين دول مهمين جدا لان هما بيطلعوا اي هواء مفرغ موجود فيها، طلع الفراغات اللي فيها الهواء من جوه. هنا بقى ابتديت اللي انا اشوف هسقي الكيك بتاعي ازاي. طبعا انا حطيت معلقه نوتيلا على نص كوبايه ميه. ممكن تسقي بالحاجه اللي انت عايزاها، مش شرط كده يعني. ممكن نسكافيه، ممكن اي حاجه انت عايزاها، لبن بسكر، اي حاجه انت عايزه تسقي بيها. حطيت اول طبقه زي ما انتم شايفين كده. طبعا كان في حته اتقطع السنه برضو حطيتها، مفيش اي مشكله، حتى لو يعني اتقطع السنه معاكي برضو مش هيجرى حاجه يعني، هتتساوى وكل ده هيتدارى في الكريمه. وابتديت اللي انا احط زي ما انتم شايفين كده. حطيت الكريمه في كيس حلواني علشان تكون مظبوطه معايا، وانا بقى يعني تبقى الحشوه اللي انا حطاها مظبوطه معايا. طبعا انا حطيت الكريمه، ممكن تحطي طبعا في الحشوه تزودي مكسرات، تزودي اي حاجه انت عايزاها، بس انا شايفه ان هي كده انا بالنسبه لي تقيله جدا، هتبقى يعني دسمه قوي زياده عن اللزوم. فانت لو عايزاها فيها دسمانيه اكتر من كده، فممكن ان انت تحطي مكسرات بقى، حطي الحاجه اللي انت عايزاها. ممكن تحطي على فكره الكريمه عليها جناش، حبه من الجناش اللي انت لسه عاملاه، هتديلك طعم، بس كده هتبقى يعني فيها سكر زياده قوي، وانا ما بحبش السكر كتير، بس انت لو حابه تحطي كده مفيش اي مشكله. وابتديت ان انا احط طبقه طبقه زي ما انتم شايفين كده، واحط طبقه الكريمه بعدها لحد اخر طبقه انا حطيتها. زي ما انتم شايفين انا طبعا زي ما قلت لكم حطيت في الكيس الحلواني علشان اظبط الكريمه. طبعا لو انت طبعا مش هتقدري تظبطي الكريمه او ممكن تظبطيها من غير الكيس الحلواني مفيش اي مشكله. حطيت زي ما انتم شايفين كده، ابتديت ان انا اجلس الكيك من بره من كل النواحي. طبعا اخلي بالي وانا بجلسها ان الحاجه اللي انا هجلس بيها الكيك ما تلمس الكيك، علشان ما تجيش على الكريمه وتبهدل الدنيا. يعني فتافيت الكيك دي ممكن تيجي على الكريمه وهتخلي شكلها وحش قوي. يعني على قد ما تقدري وانت شغاله ما تخليش فتافيت الكيكه دي تيجي على السكينه او تيجي على الحاجه اللي انت بتجلسي بيها، علشان ما تبهدلش الدنيا معاكي. وابتديت ان انا اسويها كده زي ما انتم شايفين لحد ما وصلت للمرحلة دي. بصوا زي ما انتم شايفين كده سويتها خالص، وكمان جبت السكرابر بتاع الكيك اللي هو مشرشر ده، وابتديت اللي انا اعملها كده تديها شكل حلو في الجوانب. بس كده وصلت كده لمرحلة كده خلاص الكريمة اتساوت. ابتديت بقى ان انا احط الجناش، حطيته في كيس حلواني. ممكن على فكرة نستغنى عن الكيس الحلواني، ممكن نستخدم اي كيس تلاجة، مش شرط كيس حلواني. هنحط فيه شوية من الجناش ونبتدي نعمل فيه الجوانب زي ما انتم شايفين كده. ننزلها بالراحة جدا. نبتدي من الجوانب الاول وبعد كده نبتدي في النص علشان ما تبهدلش معانا الدنيا. زي ما انتم شايفين كده. بصوا واحدة واحدة كده عشان الدنيا ما تتلخبطش. ويفضل طبعا ان احنا بعد ما نخلص خالص الكريمه دي، بعد ما تظبط خالص زي ما انتم شايفينها كده، تحط في التلاجة ساعه على الاقل. لو احنا في الصيف نحطها ساعه ساعتين، لو احنا في الشتاء ممكن نشتغل بعد نص ساعه. لو احنا حطيناها نص ساعه بس في التلاجة تمسك كده نفسها، عشان نقدر ان احنا نحط عليها الشوكولاته وما تبهدلش الدنيا، والشوكولاته حتى تمسك عليها. بص اول ما تتحط عليها الشوكولاته بتبتدي ان هي تمسك، يعني تظبط عليها، ما بتمسحش بقى وتسيح الكريمه وتبهدل الدنيا. لا، نحاول ان احنا نظبطها على قد ما نقدر. طبعا ما نشتغلش في درجه حراره عاليه، نشتغل في درجه حراره كويسه علشان ما تبوظش معانا، سواء التورت والحاجات دي والكيكات والجاتوهات والحاجات دي ممكن تبوظ في درجه الحراره العاليه. ظبطت الدنيا زي ما انتم شايفين كده، وحطيت الجناش. بصوا جميله، تحفه تحفه بجد.
خدت بقى كريمة من الباقية من تجليس التورتة دي، حطيت حبة من الكريمة. هنا كان في فقاعات كده بسيطة، ابتديت ان انا اعملها بالمعلقة علشان يعني شكلها لما تبتدي بقى تجمد خالص ما تبقاش باينة في شكلها. ابتديت ان انا اعمل روزيتات صغننة كده زي ما انتم شايفين. بصوا من باقي الكريمة اللي انا جلست بيها التورتة، ابتديت ان انا اظبطها كده. بصوا حاولت ان انا اعملها تبقى 8 وحدات علشان تتقطع 8 قطع. بصوا كده ابتديت ان انا اعدهم واسويهم واخلي كل واحده قصاد التانية علشان تبقى مظبوطه معايا. بصوا تبقى كل واحده قصاد واحده عشان تبقى 8 وحدات. بصوا بجد جميله جدا وسهله قوي التورته دي، مفيهاش اي حاجه. وابتديت ان انا طبعا احط اوريو، احط بقى بصي التشكيل ده او التزيين اللي في الاخر ده انت بقى وذوقك، وانت اللي عندك حطيه، مش شرط ان انت تجيبي حاجه مخصوصه، انت حطي اللي انت عايزه تحطيه. حطيت قطع اوريو كده قسمتها بالنص وحطيتها ما بين روزيتات كده. بصوا بجد جميله تحفه. يا رب تكون فعلا يعني عجبتكم، ويعني يكون الفيديو خفيف عليكم. معلش هو طول شوية عليكم الفيديو، بس علشان بس اوصل المعلومة. لو في حاجة بسيطة محدش عارفها يقدر ان هو يفهمها. التفاصيل الصغيرة دي ممكن تبوظ الدنيا خالص، يعني اكون كلفت الحاجة وظبطتها وكده وتيجي على حاجة صغيرة جدا انا مش عارفاها ممكن تبوظ لي الدنيا. وقطعت، بصوا هنا انا قطعت شوية من الاوريو، قطعتهم كده، كسرتها في الكيسه بتاعتها، كسرتها وحطيتهم في النص. بصوا بجد جميله. طبعا التورته دي زي ما انا قلت لكم تكفي 8 افراد. جميله جدا وكمان عاليه، علشان تكونوا عارفين كمان الاربع ادوار دول عاليين حلوين يعني. تكفي 8 افراد. بصوا جميله بجد. ابتديت بقى احط بقى شوكليت شيبسي كده في الجوانب من تحت عشان تدي شكل حلو كده. بصوا بجد جميله تحفه. بجد انا مبهوره جدا بيها، مبسوطه قوي بيها. يا رب تكون عجبتكم انتوا كمان. قولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات لو هي فعلا عجبتكم. طبعا يعني التكلفة بتاعتها مش كتير قوي يعني، لا حلوة. لما نحب نفرح أولادنا نعملها. ولو حتى حاجة ممكن على فكرة نعمل مقاس أصغر من كده، لو احنا عايزين نعمل مقاس أصغر من كده ممكن برضو، مفيش أي مشكلة. تبقى ميني كده صغننة هتبقى حلوة برضو. بصوا جميلة بجد تحفة. مش هنسى طبعا اقول لكم اللي انتوا لازم تحطوها في التلاجة، علشان التلاجة دي مهمة جدا ان الواحد يحطها علشان تمسك مع بعضها. بصوا كمان الخطوط اللي انا عاملاها من الجوانب دي عاملة شكل حلو قوي. بصوا بجد جميلة. على فكرة كمان ممكن احطه في النص قطع الاوريو دي نحطها في النص، نحشي بيها في النص. بس انا طبعا يعني انا شايفة كده ان هي يعني كانت مسكرة قوي قوي، فيعني اللي حابب بقى السكر زيادة عن اللزوم زي ما تحبوا بقى اعملوا زي اللي انتوا عايزينه يعني. يا رب بجد الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في الاشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. باي، استنوني في فيديو جديد.